بسم الله الرحمن الرحيم. أعرف بنفسي، أنا مندوب عن مرشح رئاسة الدكتور محمد مرسي. يعني إذا اتكلمنا على العملية الانتخابية الحمد لله تمر بسلام دلوقتي، إلا في بعض المناقصات بس حصل امبارح كان في إقبال شديد، وظهر بعض أنصار الفلول أحمد شفيق، وكان يعني كانت ملاحظة إن هي حاجة متعمدة إن هم يجوا عشان يفسدوا العملية الانتخابية، ووقفوا اللجنة خالص، وبالفعل اللجنة وقفت يجي 5 دقائق، ولكن تدخل العقلاء هدى الموقف وانسحبوا يعني، وده ابرز الحاجات. مرشح للرئاسه من الفلول، يعني انا مش فاهم باي وجه بيترشح، يعني انا هي كلمه باي وجه، باي وجه بيترشح، واي وجه ده كرم من الشعب المصري، عشان الشعب المصري طيب، الشعب المصري مش بتاع دم، مش بتاع حاجه، الناس وصلت ان هي تترشح. حضرتك شفت مؤيدين شفيق هنا حوالي 5 أو 6 أفراد عملوا فوضى؟ مؤيدين انا شفت بكل صراحه، شفت اول ناس انتهكت القوانين هنا، واحده لابسه في قلب اللجنه لابسه تيشيرت احمد شفيق، ده انا شفته، ده في قلب اللجنه، 5 لابسين في قلب اللجنه بتنتهك القانون عادي خالص جوه اللجنه، وكلمتها بكل ذوق وادب، يا فندم مش قانوني، طب ده الفريق بتاعكم راجل مودرن وعامل ان هو القانون كده ما يصحش وكلام من ده، بس الحمد لله عملت اللي عليا بقدر الامكان، خليتها تخرج بادب بذوق، تخرج بره اللجنه.